السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الاكتفاء الذاتي لدى شخص يسكن في البادية؟ الاكتفاء الذاتي لدى شخص يسكن في البادية هو أن يعيش بجهده وعمله في المزرعة، يعتمد على إنتاج أرضي وحيواناتي، ويلبي بعض حاجاته الأساسية كالغذاء والطاقة من داخل المزرعة أو المحيط القريب منه، دون الاعتماد على شراء منتوجات من السوق. من مظاهر الاكتفاء الذاتي في البوادي هي زراعة الحبوب، شعير، قمح، ذرة، يصنع منها الخبز، والعلف للماشية والطيور. يزرع الخضار مثل البصل والطماطم والقزبرة والقرع والبطاطس والبقوليات والأشجار المثمرة مثل التين والزيتون والرمان. يربي الدجاج البلدي والماعز والأغنام كي ينتج الحليب واللحم والبيض، يعتمد في طهي الغذاء والتدفئة على الحطب وبقايا الزراعة. في القديم كان الناس تعتمد على صوف الغنم لصناعة بعض الألبسة أو الأغطية. نقول بأن الاكتفاء الذاتي هي أن تجتهد وتعمل في المزرعة وتنتج وتأكل من عرق جبينك وتشرب من بئرك، وتعيش بما تنتجه يدك وأرضك، وتقلل شراء الأشياء من السوق قدر الإمكان. البادية المغربية هي القلب النابض للمغرب الأصيل، تجمع بين الطبيعة الخلابة والعيش البسيط وعادات وتقاليد الأجداد العريقة. البادية أرض الخير والبركة. البادية هي مدرسة الحياة، يتعلم فيها الصغير والكبير الصبر والكرم والتعاون والاعتماد على النفس. البادية ليست مكان للسكن فقط، بل هي أسلوب حياة يقتصر على البساطة والكرم والارتباط بالأرض.